يا صباح النور والسرور على حبايب قلبي ومتابعيني واخواتي. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وراحة بال. الله لا يحرمكم مني ولا يحرمني منكم ويديمكم في حياتي نعمة. رجعت لكم حبايبي بعد غياب طويل وبعد تفكير طويل. لقيت ان انا مقدرش ابعد عن حبايبي واخواتي ومتابعيني. رجعت لكم النهاردة بيوم طويل وروتين طويل، في يوم جديد وربنا يديم علينا ستره اللهم امين. النهاردة كان يومي طويل، كان عندي محشي وعملت فطار أول ما صحيت من النوم بحمد الله وبفضله. صليت الصبح وعملت فطار وفطرنا، وقلت بقى ما أقوم أشوف أعمل ايه للغدا. كان عندي كده ورق عنب وبتنجان وفلفل، فقلت أعمل النهاردة شوية محشي. جبت كده حلة على النار، حطيت فيها شوية زيت ومعلقتين سمنة وحطيتها، وجبت بصلة قطعتها بصلة كبيرة عملت شوحتها وعملت الصلصة بتاعت المحشي. كلكم شطاروا بتعرفوا تعملوها. وفي حلة تانية على النار سبت الحلة تسخن شوية علشان ادي الفراخ صدمة، كان عندي الوراك ديا وديتها صدمة كده، وبعد كده نزلت عليها بالتوابل بتاعت الفراخ اللي هو ورق اللوري والحبهان والجرفة والفلفل الاسمر والكمون والملح وبصلايه. بصراحة ما بحبش احط فيها الطماطم، بس هو كده انا تمام عليها كده، انا بحبها كده. اديتها صدمة وقلبتها زي ما انتوا شايفين كده. يلا لو لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة عشان نكبر ونكبر القناة ونبقى عيلة مع بعض، والقناة تكبر بيكم وليكم فضلا يا حبايبي وليس امرا. انا عارفة ان انتوا بتحبوني وهتوصلوا القناة دي ان هي تكبر وتتشاف. نزلت كده على الفراخ بعد ما شوحتها، نزلت عليها بشوية مية وهغطيها وهسيبها تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تستوي. كده عملت الخلطة بتاعت المحشي اللي هي عبارة عن رز وخضرة والصلصة بتاعت المحشي ده ورق العنب، وكنت مقطعة كده بصلاية كبيرة وحبيتين طماطم علشان افرشهم في قعر الحلة، علشان لا قدر الله لو يعني الحلة شاطت ولا كده سهيت عليها ما تتلسعش، وفي نفس الوقت ده بيدي طعم للمحشي. انا مش كتير بحب اعمل كده، بس في ورق العنب والكرنب بالذات بحب اعمل كده. تمام. هحشي معاكم كده يا حبايبي، للحبايب اللي ما بيعرفوش يحشي ورق العنب. انا بجيب الورقة كده وبفردها على ايدي. الورقة الخشنة بتبقى لجوه والناعمة بتكون لبره. تمام. وافرد كده حبة الرز في نص المحشية، في نص الورقة اسفة، واطبق من الجنب ده ومن الجنب ده علشان الرز ما ينزلش من المحشي من الورقة زي ما انتوا شايفين كده. والمحشي ورق العنب بترصيه بالطول مش بالعرض. اسفة، بترصيه بالطول مش بالعرض عشان لو حبيتي انت تقلبي الحلة كده وتعملي ترند ولا تعملي حاجة، يعني ايه شو كده ولا حاجة، آه تتقلب معاك تكون مظبوطة. وحشيت كده البتنجان والفلفل برضو، والفراخ طلعت اهي. ولعت كده على الشوربة تسخن شوية والحلة تسخن علشان ده يكون ساخن وده ساخن، المحشي يفور معك على طول ما يبشننش معاكي. يعني ايه بشنن؟ الرز من جوه يتكسر. ليه؟ لانه هيقعد في الشوربة لحد ما الشوربة تفور على المحشي يعني، فالحبايب تتكسر. فكده احسن ان انت تغلي الشوربة والحلة تكون مولعة تحتها برضو. ماشي كده يا حبايبي. انا عارفة انتوا شطار والله وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس يعني بنفضفض سوا وبنتعلم مع بعض تركات وحاجات للأكل ممكن تنفعك. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، انا امنتك امان. بهز كده الحلة علشان لو في حاجة في المحشي ما وصلهاش شوربة يوصلها الشوربة.
يعني الشوربة تنزل لتحت، اشوف الحلة لسه عايزة شوربة ولا لأ، بزيد لها شوربة. وكده بس جي برضو ورق العنب، واول ما المحشي يفور بروح مهديه عليه، علشان ايه اللهم صل على حضرة النبي، المحشي ما يفكش معايا ولو رز يتنطور في الحل، فلازم تهدي اول ما تفور. تمام كده. وبرضه بهز المحشي دوت عشان ايه، اي محشي بتهزيه كده علشان تهز الحلة، عشان خاطر لو في تحت مكان ما وصلوش شوربة بتهز، تنزل الشوربة لتحت. تمام كده. وغطيت عليه اهو، هسيبه يستوي خالص براحته. انا مش هحمر الفراخ في الزيت، بس هدهن الصينية شوية زيت وهدخلها الفرن. انا عارفة مش مستاهلة فرن، بس يعني احسن ما تنزل كلها في الزيت، كده احسن. تمام كده. رصيتهم كده في الحلة اسفة في الصينية، وهولع الشواية بس. هولع الشواية وهحطهم كده على الشواية وخلاص، تحت الشواية وخلاص على كده. 5 دقايق هيكونوا ايه، اخدوا لون. وجيت كده لما لقيت المحشي خلاص جرب، نزلت كده بشوية لسان عصفور في حلة على النار، وقلت اعمل شوية لسان عصفور للولاد وكده. يلا، اشتركت في القناة ولا لسه؟ انا والله بقالي فترة غايبة عن على القناة، ووجعت وجع شديد يعني. القناة وجعت، يعني ما عادش فيه مشاهدات ولا لايكات ولا اي كلام من ده. تمام. ف عدت النظر تاني وما قدرتش ابعد والله عنكم يا حبايب قلبي، وقلت ارجع لكم تاني ونرجع ان شاء الله اقوى من الاول. كده لسان عصفور اتحمرت، خلي لونها ذهبي كده عشان ما تنفش في الشوربه. ونزلت كده الشوربه على لسان عصفور، وما بزودش شوربه كتير لحد يعني كده تمام عليها، لان هي هتشرب لسان عصفور هتشرب الشوربه، فهيكون الحلة مش هيكون فيها شوربة، عبارة عن لسان عصفور بس. بعد كده ازيد لها شوربتين. شايفين كده المحشي؟ ولا غلطة، بسم الله ما شاء الله، ولا لازج ولا معجن ولا اي حاجة خالص. وده كمان اهو ورق العنب، بألف هنا وشفا على قلوبكم وعلى قلبنا وعلى كل اللي كل منه. بصراحة يعني ست المصرية ست شقيانة والله. كان في بيتها، إن كانت بتروح شغل، إن كانت وبالذات الستات اللي هم شغالين، الله يعينهم، لأن هم بيجوا من شغلهم على بيتهم بيشوفوا وراهم ايه أكل يعني. الله يعين كل واحدة يا رب على حالها. وجينا كده لفقرة ايه، المواعين. بصراحة كان اليوم ده عندي مواعين كتير كتير، كان مواعين يومين بصراحة، لأن كنت تعبانة وكان عندي دور برد شديد شوية ومخلص عليها والله، فما قدرتش ان انا اقوم ان انا اغسل المواعين. فلما قررت ان انا اعمل محشي، فقلت لا، اتنشطت كده، خدت علاج البرد واتنشطت كده وقلت لا، ما بديهاش، ما فيش حد هيعمل لي حاجه. قمت وعملت المحشي الاول، يعني ضمنت غدايا، والضامن هو الله، بس ضمنت غدايا. وبعد كده قلت المواعين امرها سهل، ما بشيلش هم المواعين لان عندي الماتور، فما بشيلش هم ان الماء تقطع ولا كده. وغسلت المواعين يا حبايبي، وربنا اللي بيعين وبيدي الصحة، وتوكلي على الله، وربنا عمره ما هيخذلك ابدا، سواء كنت عيانة ولا كنت مشغولة، او ربنا اللي بيعين، توكلي على الله. وطول ما انتي بتغسلي المواعين كده دايما ذكر الله ما تسيبوهوش، يعني الهي نفسك بذكر الله كده. يعني في ناس بيشغلوا اغاني وفي ناس بيشغلوا قرآن اللي هو عشان ينجزوا الشغلانة. لا، انتي اذكري الله وصلي على الرسول، وافضلي كده رددي الذكر،
هتلاقي نفسك ربنا اداكي الصحة وجواكي على اللي انت فيه. آه وفي نفس الوقت مش هتحسي بالمواعين، ولا هتحسي بالشغلانة اللي انت بتعملها ان هي صعبة عليكي ولا طويلة عليكي. هتحسي ان ربنا جواكي كده ونجزتي كل حاجة على طول. تمام. فاستعيني بالله واستعيني بالصبر، ودايما يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فدايما ذكرك دايما هيشجعك، ودايما هيكون نصيرك ان انتي في وقت محنة، في وقت اوقات يا جماعة ما بنكونش تعبانين، اوقات الكسل، والكسل ده من الشيطان، ان بيخلي البني ادم كسلان دايما، مش قادر. اي حتى بيخليه كسلان عن الصلاة، يعني الصلاة بسيطة جدا جدا جدا، ما بتاخدش منك وقت ولا مجهود. بس الشيطان بيخليكي تكسلي، في نفس الوقت بيخليكي تكسلي عن شغل بيتك، بيخليكي شايفة البيت قدامك متبهدل وما بتقدريش ان انت تقومي تنضفيه، او مواعينك برضو، او هو دايما عايزك تبقي قاعدة في الفوضى. الحاجة حواليكي مش نظيفة، لان الشياطين دايما بتلبد وبتكون في الاماكن اللي مش نظيفة، والكركبة والعفن، عزكم الله. ودايما يا حبيبتي ما تخليش اي زبالة في البيت، لان هما بيحبوا المكان اللي فيه زبالة. يعني دايما الزبالة طالعة من المطبخ، يعني خلصتي يومك خلص اهو، يعني لازم تكوني حاطة مثلا باسكت للزبالة في المطبخ، وباسكت للاكل اللي هو اي حاجة فايضة من الاكل، بواقي الاكل في الحلل ولا في الاطباق. لو ما عندكش طيور، او حد عندك عنده طيور، يعني مامتك عندها طيور ودي ليها، جارتك، اي حد مش عايزة القطط اللي في الشارع، اي اكل يتبقى منك تحط له القطط، ما تسيبيش الاكل الشيطان ياكل منه. تمام كده. ودايما الزبالة، عزكم الله، خلي الزبالة دايما في الباسكت صغير، في كيس، حط الكيس في الزبالة، وبعد كده طلعها في الباسكت الكبير قدام باب الشقة، علشان وبعد كده تبقي ترميها تخلصي منها. تمام كده. خلصنا يا حبايبي، وغسلت البوتاجاز كده عشان يبقى نضيف. دايما تخلصي اكل، عين البوتاجاز دي محروقة مني، مش عارفة، عايزة ارجعها نظيفة. هشوف كده كام حد او كام خلطة. العين دي لازقة، ما بتطلعش، لزقت خالص. فهشوف كده كام خلطة واوريكم برضو وانا بنضفها. مش هستخسر فيكم حاجة والله. مع السلامة يا حبايبي، مع الف سلامة.